الآن هذا العلم وهم أثناء تحرير مدينة تدمر كان يحمله جندي سوري استشهد أثناء تحرير مدينة تدمر. هذه قصة هذا العلم فقط، يعني أحببنا أنه نذكر هذه الحادثة للتاريخ، يعني وللدلالة على وحدة البشر، وحدة الأحرار في القتال ضد فعلا وفي الكفاح وفي النضال ضد الإرهاب الذي هو يمثل امتداد للنازية وللفاشية ولكل يعني المنظمات الغير إنسانية التي حاولت عبر التاريخ أن تهدم الحضارة وتقتل الإنسانية. إذن هذا رمز من رموز النضال والكفاح ضد الإرهاب، هذا رمز من رموز وحدة الدم السوري الروسي في مواجهة كل قوى العدوان والشر والإرهاب، وهذا رمز أيضا لاستمرار يعني هذا الكفاح وهذا النضال حتى الانتصار على كل الأشرار في العالم تحت مختلف التسميات، إن سواء كانت هذه التسميات بالتنظيمات الإرهابية تحت عناوينها أو أسمائها المختلفة، أو تسميات أخرى معروفة ومعروف من يدعمها في العالم من قوى إقليمية ودولية وغير ذلك وتحت مسميات مختلفة.